ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ حلقة جديدة من حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن ماتش الاهلي وصن داونز. طبعا كلنا شفنا المهزلة اللي عملها كولر النهاردة في ماتش النهاردة. ماتش سيء. أه، اتمنى بقى ان خلاص كفاية اوي كده. الراجل ما عندوش حاجة جديدة يقدمها. لازم كولر يتم اقالته النهاردة قبل بكرة، حرفيا بعد الماتش اللي انا شفته ده. الراجل ما عندوش حاجة جديدة يقدمها يا جماعة، حرفيا الراجل فلس مفيش. تخيل ان انت معاك ادوات مش موجودة مع غيرك. تخيل ان انت معاك بن شرقي ومعاك جراديشار. تخيل ان انت معاك وسام، تخيل ان انت معاك طاهر، معاك حسين الشحات، معاك احمد رضا لسه جاي من ضمن الصفقات الجديدة، معاك مصطفى العش، معاك رامي ومعاك داري ومعاك ياسر. طبعا معاك محمد هاني رجع من الاصابة. علي معلول مخرجه بره القايمة، انا مش عارف ليه مخرج علي معلول بره القايمة. عندك اكرم توفيق، عندك مروان عطية، عندك امام عاشور، عندك قفشة. كان عندك احمد عبد القادر وينج كويس، خرجه، مكانش محتاجه. طبعا خلاص يعني كده كفايه قوي. كفايه قوي كونك ان انت بتلعب نص نهائي وانت على رتوش ان انت تلعب النهائي وتحقق انجاز تاريخي بان معاك البطوله رقم 13 وانت بتستهتر وبتلعب بطريقه مش مفهومه، بتدافع على ارضك. في حد في الدنيا يعمل كده؟ بتدافع على ارضك وسط جمهورك؟ من امتى النادي الاهلي كده؟ الراجل ضيع شخصية النادي الأهلي. النهاردة فرق بتسجل أهداف في الدقيقة 90، ودي حاجة بيعملها النادي الأهلي بس، محدش غير النادي الأهلي بيعملها. ولو حد هيبقى موجود أنا برجح إنه يبقى موجود جوزي جوميز. الراجل ده حرفيا عنده فكر فني عن كولر. ليه؟ لأن لو كلنا خدنا بالنا كولر لما كان حتى معاه المميزات اللي مش موجودة مع جوميز، كان معاه برضو لعيبة. يعني ما كانش فيه وينجات كويسة، بس يعني كان حتى على الأقل الراجل ما كانش معاه أي حاجة خالص. ده كان بيلعب بزيزو وعبد الله السعيد 40 سنة بس. ده جوزي جوميز، ما كانش متوفر له الإمكانيات اللي كانت موجودة مع كولر. فأتمنى إن جوزي جوميز يكون موجود مع النادي الأهلي، وده لو حصل هيبقى إنجاز كويس، وهنقدر حتى على الأقل إن يبقى فنيا مستوانا يعلى شوية عن اللي احنا شفناه النهاردة ده. طبعا بالنسبة لخروجنا النهاردة، فأنا بقول لكل اخواتي ما تزعلوش. يعني في الأول وفي الآخر الكورة معروف عنها إن مكسب وخسارة. النهاردة ريال مدريد زي ما انتم شايفين حالها عامل ازاي، خرجت من دوري الأبطال خلاص. وحال ريال مدريد في أسوأ حالات دلوقتي بسبب برضو الإدارة الفنية اللي موجودة، مستر أنشيلوتي. فطبعا محتاجين مدرب كبير كمان. محتاجين مدرب عنده فكر، محتاجين مدرب بيقدر ان هو بقى عنده افكار مختلفة، يلعب على الطرف، يلعب هجمات مرتدة، يقدر يلعب تمريرات، يقدر ان هو يعمل هجمة مرتدة محترمة. حتى على الاقل لو يقدر يلعب كور طويلة يبقى فيه اختلاف، يبقى فيه مدير فني متنوع الافكار. ان انا مبقاش معايا كولر الشخص اللي بيخلي الوينجات تدافع وبيخلي الباك يدافع وبيخلي المهاجم يدافع وبيخلي كل حاجة تدافع، بيخلي البلاي ميكر يدافع. انا مشوفتش كده في حياتي. حتى لو خدنا بالنا، حتى كان في لقاء مع قفشة، كان مع ابراهيم فايق، مش فاكر كان مع ابراهيم فايق ولا كان مع حد تاني. اما طلع اتكلم معاه وقال لي الراجل عايز يخليني العب 8 والحتة دي مش بتاعتي. فكولر انا شايف ان كفايه عليه كده. حتى من بداية القرارات اللي ابتدى ياخدها الفنية، بان هو مش محتاج ديانج، مش محتاج علي معلول، مش محتاج احمد عبد القادر. ازاي اللعيبة بالامكانيات دي وانت مش عايزها؟ طب انت لو حتى عندك مشكلة بان اللعيبة ما بتقدرش انها تخترق لل 18 او ما بتقدرش انها حتى تقطم لل 18، الوحيد اللي بيقدر يعمل الحتة دي هو احمد عبد القادر. ازاي تطلع احمد عبد القادر اعارة؟ ازاي انت مش محتاجه معاك في الفرقة؟ محتاج واحد زي ديانج بدنيا واقف على رجليه. النهارده مروان عطية يا جماعة بدنيا وقع، الراجل مش قادر يقف على رجله. يعني برضو نفس الكلام برضو لإمام عاشور، نفس الكلام لأحمد رضا. ده حتى أحمد رضا جاي يبدله بأكرم توفيق في الدقايق الأخيرة. بعد إيه؟
انت المفروض يكون عندك حلول هجوميه. هتفضل تبدل كده. احنا ايه؟ طب نشيل بقى الوينجات ونشيل الفيرود ونشيل كل الكلام ده ونركب لك ونحط لك المدافعين بس. ده طبعا اخواتنا الزملكاويه فرحانين باللي حصل، بس ما تقلقوش، احنا عارفين ان انتوا مهما عملتوا برضه هتفضلوا زي ما انتوا مكانكم الطبيعي. النهارده النادي الاهلي كان بينافس على ال 13، ما قدرتش احقق الانجاز ده. انا متضايق، انا كاهلاوي ما قدرتش احقق الانجاز ده. انت الله يكون في عونك، ما اتضايقتش لما خرجت من ستالينبوش. ستالينبوش فرقه متاسسه سنه 2016، فالموضوع بالنسبه لك انا عارف ان هو ما صدقت ان انت تشمت، ما صدقت. اقول لك ايه؟ اشمت، ده الطبيعي بتاعكم يعني. فالحمد لله ان ربنا ستر. مش من نصيبنا ان احنا ناخد ال 13، مش من نصيبنا حتى ان احنا نوصل النهائي. اتمنى عودة كابتن سيد عبد الحفيظ، لان ده هيبقى اول حاجة للمسار الصحيح. احنا محتاجين كابتن واحد زي كابتن سيد عبد الحفيظ، حرفيا محتاجين حد زي كابتن سيد عبد الحفيظ. واحد يعني بيقدر ان هو يتعامل مع اللعيبة، قريب من اللعيبة، بي بيقدر بيبقى عارف توقيت القرارات الحاسمة اللي بياخدها. طبعا اتمنى يكون موجود معانا جوزي جوميز زي ما قلت. ده اتمنى من وجهة نظري. انت مش محتاج ان انت النهارده تدور على مدرب لسه عمال ما يدخل الاجواء ويبص على الفرقه، وان هو لسه يبص يشوف الفرقه ويلاعب مين المقتنع بيه ومين مش مقتنع، ويعيش بقى في فتره طلع ده اعاره وطلع ده مش عايزه ومحتاجين صفقه. انا محتاج صفقه، محتاج وينجات، محتاج ديفندر، محتاج مش عارف لعيب 8. هتلاقي بقى ايه؟ هنعيد القصه الحمضانه دي من الاول وجديد. فجوزيه جوميز على ما اعتقد ان الراجل ده كان دارس فرقه النادي الاهلي وعارف اسلوب النادي الاهلي والطريقه اللي بيلعب بيها. فانت محتاج حد من جوه الصندوق، مش محتاج تجيب حد من بره. اللي انت فكرت تجيب حد من بره الموضوع هيطول معاك، وفي الاخر هتدخل في فترة بقى السيرش ولسه هتقعد تدور. وممكن المدير الفني كده تعمل نفس اللقطة بتاعت ايام ما كان موسيماني موجود. بعد ما موسيماني مشي جبت ريكاردو سواريش، وبعد كده مشيت ريكاردو سواريش، وبعد ما خسرت بطولة الكاس والدوري رحت جبت كولر. فمش عايزين نخش في القصة دي تاني. فانا اتمنى طبعا من كل اخواتي وحبايبي ما ينسوش ان هم يعملوا سبسكرايب للصفحه ولايك للفيديو ونفعل زر الجرس ونوصل لنا كل جديد. هارد لك على ماتش النهارده، الحمد لله، وان شاء الله اللي جاي احسن. استودعكم الله، سلام عليكم.